السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو نتوما في اطم الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. مبروك عواشركم، تيدوا تعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا. كاين شي توجات شي حليوات اليوم ان شاء الله جيت بغيت نشارك معكم طريقتي في البهله اللي ساهله، كتجي غزاله واكيد كتكون ناجحه. اللي كنحتاج فيها البنات زلافه ديال الزبده. كندير ربعه ديال الزبده كندوبها، عندي هنايا زلافه الا ربع ديال الزيت النباتيه. تقدروا البنات ديروا كاس على حسب الكميه اللي بغيتو ديروا. درت زلافه الا ربع ديال سكر سنيده، كما انكم تقدروا يعني تنقصوا من الحلاوه، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. كنخلط دوك المكونات مزيان مع بعضياتهم باش داك السكر يذوب، ومن بعد البنات كنضيف باقي المكونات اللي ديجا وجدتهم، اللي هما عندي زنجلان مطحون اكيد من بعد ما دوزته في مقيله، وكاوكاو حتى هو مطحون نفس الطريقه درتو في مقله حتى تحمر وطحنتهم. هنا درت زلافه البنات، غادي نحاول انني ندمج عفوا دوك المكونات مزيان مع بعضياتهم، وغادي نبدا نضيف الدقيق او خماره، واحد الخماره حمراء من فئه 7 غرام ولا 8 غرام، والدقيق على حسب الخليط. صافي غادي نخلط المكونات مزيان ونخلط داك الخليط ديالي حتى يندمج ليا مع بعضياتهم. كنبدا نقيس هكذا بصباعي باش ما تكونش هكذا عندي كاوكاو مهرمش. هو ماشي مشكل الا كان مهرمش، تقدروا انكم كاوكاو كامل ولا زنجلان تخليوه مهرمش، غير كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وصافي صافي هنايا من بعد ما خلطت دوك المكونات، بالنسبه لي انا البنات ضفت 2 زلايف ديال الدقيق فقط. هذه هي الكميه ديال الدقيق اللي ضفت. درت واحد الساشي ديال الخماره كيف قلت لكم من فئه 7 غرام ونص ولا 8 غرام، وغادي نضيف واحد زلافه ديال الدقيق وحده اخرى. صافي وغادي نخلط. اكتفيت بجوج زلايف ديال الدقيق، هذه هي الكميه ديال الدقيق اللي درتها. والدقيق اكيد كيبقى على حسب النوعيه ديال الطحين اللي عندكم، يعني على حسب النوعيه ديالو. يكون غير النوعيه الجيده، يكون ديال الحلوه، وديك الساعات كيبقى على نتوما يعني عينكم ميزانكم، نتوما كتحكموا في الدقيق. صافي كنحاول انني ندخل ديك الدقيق مع المكونات ونحاول انني نبسبسها، تجي ديك البهله مبسبسه، ما تجيش يعني عجينه، تجي شويه مبسبسه. من بعد ما دمجت المكونات ديالي مزيان مع بعضياتهم كذا كيكون الشكل ديال الخليط ديالي او العجين. هو كيجي مسبس، ولكن في نفس الوقت كنتحكم فيه انني نشكلو كويره بحال هكذا. هانتوما كيف تشوفوا هنا من بعد ما شكلتهم كويرات درتهم في الفران. بالنسبه للفران كنكون شعلت عليه قبل، وكنطفي من بعد ما كيسخن كنطفي على العافيه اللي من التحت، كنخلي غير الفوق كيطيبوا فقط على العافيه ديال الفوق، تيطرطقوا كياخذوا الطياب ديالهم. هانتوما هذا الشكل ديالهم النهائي. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، راه غتديروهم في اقل وقت دغيا خف نزربان داكشي غادي توجدوهم. وكيف قلت لكم كنتمنى الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، وشكرا لكم بزاف على المشاهده، وشكرا للناس اللي دخلوا عندي جداد. كنشكركم بزاف ومرحبا بكم، الف مرحبا. هانتوما البنات هنايا في كنديرهم في الطبسيل ديال الطاوس هكذا باش يبردوا شويه، لان كتكون فيهم ديك السخونيه. حاولوا غير ما تحيدوهمش من الطاوه وهما مازال سخان بزاف، يعني ما غادي تفرتتوا لكم. خليوها حتى تجمع شويه وديروها في شي طبيصه وخليوها حتى تبرد، ديك الساعه تحتفظوا بها في شي بواطه ولا شي حاجه اللي غادي تبقى فيها. صافي البنات هنا كنكون وصلت للنهايه ديال الفيديو. ما لي الا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه جديده، وشكرا بزاف على مشاهده الفيديو. مع السلامه، الى اللقاء.